النهارده كل واحد يقول لك الوزير ده مش عاجبني، نزلوه، ينزلوه. وده كمان مش عاجبني، نزلوه. طب احنا عايزين نخاطب من؟ هي ليس اسمها ثورة، اسمها ثورة. الثورة دائما لها رأس، لها زعيم. ده حتى في التعريفات السياسية الثورة لازم يكون لها زعيم. في الثورة بلا زعامة، دي اسمها ثورة. تمام؟ فيقولون أنها نجحت لأنها بلا رأس وبلا هوية، لدرجة أن بعض الشيوخ اللي هو كان في ميدان التحرير واحد قال له ما ترفع كده راية لا إله إلا الله، يافطة كده اكتب لا إله إلا الله بس. قال لك ده يكلوني. هو لا إله إلا الله عليها خلاف؟ هو إحنا رفعنا راية الدعوة العلانية السلفية ولا الإخوان ولا التبليغ ولا التكفير ولا التوقف ولا الليبرالية ولا الحزبية ولا الوفدية؟ بيقول له ارفع لافتة مكتوب عليها لا إله إلا الله. قال لك يكلوني. طيب إذا كان لا إله إلا الله التي لا خلاف عليها في بلد سني كبلدنا، ما انتش عارف ترفعها، كل ما يقول لك عايز يسرق الثورة. طب الشباب الذين قالوا الحكومة دي مش عجبانا أو الوزير ده مش عاجبنا أو الكلام ده، طب الوزير الذي جاء أنت تعرف هل هو كفء أم لا؟ ربما كان الذي تعترض عليه أخلص منه وأكفأ. ما هو مقياسك عندما تقول أنا لا أريد هذا وأرحب بهذا؟ ما هو السياسة، لأن اختيار الساسة عشوائي، واختيار الوزراء واختيار المحافظين كله عشوائي. فسد حال بلاد المسلمين. كان قديما لا يتولى أمور الناس إلا رجل علم كيف يعامل الناس من الصغر. هارون الرشيد ولاد الأمين المأمون كان لهم مؤدبون من أكابر العلماء. يعني الأصمعي مثلا كان أحد مؤدبي هؤلاء، وكان يحط جاسوس على الشيخ أو المعلم أو المؤدب حتى يرى هل هو يؤدب الأولاد كما ينبغي أم لا. ففي يوم من الأيام الجاسوس نقل للرشيد واقع، قال له إن حصل النهاردة إن الأصمعي أراد أن يلبس حذاءه، فالولدين اختصموا، كل واحد عايز يلبس الأصمعي الحذاء، ودول ولي العهد. فالمهم لا يقولوا له أنا لا لبسه الجزمة، لا أنا لا لبسه، أنا أولى منك، أنا لحقت الفردة الأولانية قبلك، أنا مش عارف إيه، كلام زي كده يعني. المهم اصطلحوا في الآخر عليه إن كل واحد يلبسه فرد. فالجاسوس نقل الكلام ده للرشيد، فالأصمعي داخل على الرشيد، فالرشيد بيقول له إيه؟ بيقول له يا أصمعي من أعز الناس؟ قال أعز الناس أمير المؤمنين؟ قال له لا، بل أعز الناس من تسابق ولي العهد أن يلبسه حذاءه. هو ده أعز الناس. طب الأصمعي ده بيربي دول ليه؟ لأن سياسة الناس فقه مختلف تماما، يحتاج إلى دربة. أنت عارف مع معاهد إعداد القادة، أنا عايز واحد محافظ لازم يكون ده مدرب كيف يعامل الناس، ما أجيبش واحد لواء أحطه محافظ. هو ناجح في مكانه وأحرز في مكانه انتصارات، بس ما ينفعش يسوس الناس.
لابد الذي يسوس الناس أن يكون عنده يعني صفات خاصة. شوف النضر بن شميل أحد أئمة اللغة والعربية والحديث، خرج من بغداد فشيعه 3000 ما بين عروضي، عروض المتعلق بالشعر يعني، وما بين فقيه ومحدث ولغوي. فقال يا أهل بغداد لو أني أجد بين ظهرانيكم مد باقلة في اليوم ما تركت بغداد. خرج إنه فقير مش عارفين يوفروا له كيلو فول. خرج فذهب إلى مرو، وكان مرو فيها المأمون. أنا بوريك المأمون أهو بأمير المؤمنين، هوريك كيف يسوس الناس. فالمأمون في يوم شعر أنه عنده ملل كده، فقال للجماعة ائتوني برجل أنادمه، عايز واحد أتساهر معاه يفك لي الملل اللي أنا فيه ده. فجابوا له مين؟ النضر بن شميل. فالنضر بن شميل دخل على المأمون هدومه مقطعة، فلما دخل قال له المأمون ما هذا يا نضر؟ أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان، الهدوم المقطعة المهربية اللي انت لابسها دي؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مرو شديد. دي فتحات تهوية، ها؟ مش فقر ولا الكلام ده، فتحات تهوية. قال لا، لكنك رجل زاهد. قال ثم جرى بنا الحديث حتى وصلنا إلى ذكر النساء. فقال المأمون حدثنا هشيم بن بشير شيخ الإمام أحمد عن مجالد عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. خلي بالك، كان له إيه؟ سدادا من عوز. فقال النضر صدق أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان برضو جاب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. إيه اللي حصل؟ فتحة وكسرة. المأمون قال إيه؟ سدادا بفتح السين، والنضر قال سدادا بكسر السين. أول ما النضر قال سدادا كأن في حية لدغت المأمون، كان متكئا فجلس على طول وقال ما هذا يا نضر؟ أتلحنني؟ اللحن هو الخطأ، تحط كسرة مكان ضمة مكان فتحة. احنا شغالين تكسير براحتنا دلوقتي. ده عشان كسر السين كأن حية لدغته، لأنه عيب يلحن، يبقى أمير المؤمنين ويلحن، دي فضيحة بجلاجل، هو ما يتحملهاش. فقال لا يا أمير المؤمنين، إنما كان هشيم رجلا لحانه فتبع أمير المؤمنين لفظه. يعني الغلط من شيخ المأمون وليس من المأمون. وفعلا هشيم كان لحانا، بس عشان مش حد يفتكر ان النضر جامل يعني المأمون واتهم هشيم بن بشير. لا، هشيم بن بشير كان يلحن. قال له وما الفرق بينهما؟ قال السداد بفتح السين يعني هو التوسط في كل شيء، والسداد هو البلغة يتبلغها الرجل
مش البلغة اللي بيلبسها في رجل، البلغة اللي هو إيه؟ الشيء الذي يريد أن يبلغه. تمام؟ يعني ركوبة هيوصل بها مشوار بتاع حاجة بلغة يعني. فقال يا نضر: أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. كل القصة دي كلها عشان فتحة وكسرة؟ قبح الله من لا أدب له. مالك يا نضر؟ أي قل لي ما هو مالك، أنت إيه الثروة اللي عندك يعني؟ قال: عندي أو لي أريضة أتمززها، عندي حتة أرض صغيرة كده بمصمص فيها يعني، أتمززها. قال: ألا أفيدك مالا؟ فقال: إني لذلك لمحتاج. ما هو داخل عليه بفتحات تهويه، فلما يقول له أديك فلوس، محتاج طبعا. قام كاتب في الورقة كده مبلغ، وقفل الورقة وقال له: اذهب إلى فلان وزير المالية يعني، ويقول له يصرف لك المبلغ ده. خد الورقة وراح للمذكور أعلاه، فتح الورقة فانبهر بالمبلغ. قال له: لا، قول لي بقى الحكاية، ده مبلغ محترم ولازم يكون الأمير المؤمنين ما يديش المبلغ ده إلا إذا كان في حاجة. قال له: أبدا، الحكاية كيت وكيت وكيت وكده. طبعا هو كان كاتب له 50,000. فقال له إيه بقى وزير الخزانة ده؟ قال له: لولا أنه لا يجوز أن يستوي عطائي مع عطاء أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها. شو حتى الأدب يعني، مش عايز يعني يبقى يديله 50,000. يا عم هاتهم وخلاص، أدبك ده خليه لنفسك واديني أنا. لكن الأدب ده قال له: هديك 30,000 فوق 50. فأخذ 80,000 بكسر. 80,000 بكسر. الشاهد من القصة إيه؟ الشاهد من القصة إن المأمون أنف أن يلحن في كلمة. ليه؟ لأنه أدبوه. النهارده لما بنقرأ الترشيحات والكلام ده يقول لك: أنا برشح فلان فلان. ليه؟ يقول كلامه منطقي وجميل ومترتب وعقله مترتب. أيوة يا أخي، عقله مترتب في مكانه، بس ما يصلحش يبقى رئيس جمهورية. لما يجي مثلا واحد يقول لي الدكتور أحمد زويل، لما بنسمعه بنحس إن راجل مترتب كده وكلامه منطقي. أيوة، بيتكلم في علم بقاله 30 سنة شغال فيه، لما أحطه في مكانه يبقى عالم. لكن ما ينفعش يبقى رئيس جمهورية. رئيس الجمهورية دي مش سبهللة، ده أنا أقود 80 مليون. لازم يبقى فيه صفات خاصة للإنسان. لكن اللي حاصل إن عندنا انتقاء عشوائي، ده يروح هنا وده يروح هنا، ده يروح هنا، مع قطع النظر أيستطيع أن يسد في هذا المكان أم لا، عنده موهبة أم لا. أنا الآن بأتكلم، ممكن كلامي بيعجبكم وبتحبوني والكلام، أنا ما أصلحش أكون رئيس جمهورية. أنت بتقول لي أنت عندك حكمة وعندك بلاغة وعندك كذا وعندك كذا وراجل عندك إخلاص وبتاع، قول اللي أنت عايزه. أيوة، في مكاني نعم أنتج وأتكلم وأقنع وأبدل لك عقلك وأعمل لك غسيل مخ. أيوة، بس في مكاني. لما تيجي تنقلني عشان أبقى رئيس جمهورية